السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة بسيطة وسهلة جدا وسريعة والكل يحبها، يعني بدون فرن وبدون عجين. هنعمل حاجة حلوة بالبسكوت، بسكوت وشوكولاتة، يعني حلو وسريع وفي نفس الوقت الكل بيحب الشوكولاتة والأطفال هتعجبهم. ويلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا شغالين، انا مش هقول مقادير، واحنا شغالين هقول المقادير وبرضه هكتبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. هو اول حاجة معانا البسكوت 500 جرام، يعني 500 جرام. انا كده جبت علبة وما قضيتش، كملت من كان بسكوت تاني عندي، حتى تشوفوا تلاقوه ابيض كده حتى مكسر. قلت مش مشكلة، احنا كده كده هنكسره. حتى البسكوت كله طلع، فتحت العلبة كله طلع كده مكسر. بس هو كويس ان احنا البسكوت ده اللي كان عندي، ده بسكوت شاي كده. بس احنا هنحاول نقطعه كده عشوائي، يعني مش شرط كده. هو نص كيلو، هتوزنيه بعد ما تشيليه من الأكياس، توزنيه يبقى نص كيلو بسكوت. بس هي حلوة، بتبقى سريعة، يعني مش زي الكيكات اللي لسه هتعملي العجين والبيض انتوا عارفين دلوقتي البيض بقى غالي. هتبقى حاجة يعني سريعة وحلوة للأطفال وحاجة جديدة يعني، خصوصا ان فيها شوكولاتة، وانتوا عارفين العيال يحبوا الشوكولاتة برضو. طيب انا عشان ما اطولش الفيديو هكسر البسكوت كله وارجع لكم تاني. بتاعنا هنحط ايه، عين جمل، ومش شرط عين جمل، اي مكسرات عندك وممكن تستغني عنه، مش شرط يعني، بس هو بيديها طعم حلو. هو لو عندك يبقى 200 جرام، 200 جرام عين جمل. نخلط كله على بعض. هي شكلها كده بتاعة السلطانية دي مش تبقى، بغيرها في حاجة تانية. خلاص كده هنحطها على جنب كده، وهنيجي للصوص بتاعنا. كده عندنا نص كيلو لبن، بس هو المفروض 400 جرام، بس انا عشان مزودة شوية بسكوت حطيت نص كيلو. انتوا انا هحط لكم المقادير مظبوطة عشان انا الصينية اللي هحطها فيها كبيرة عندي شوية. كده انا حطيت نص كيلو لبن، هحط عليه 100 جرام سكر، او السكر على حسب كل واحد بيحب المسكر. بس هنحط الكاكاو بتاعنا، كاكاو بتاع 80 جرام كده، ونحط فانيليا ونحطهم على النار لغاية ما يغلوا، ونروح حاطين زبدة عليها. نحط شوية فانيليا، بس انا هحطهم على النار وبعدين ارجع لكم تاني. بعد ما الصوص بتاعنا اتعمل اهو، هنحط عليه الزبدة وهو سخن كده عشان ايه تسيح معاه. بس كده هنسيبه يبرد، ممكن ساعة، ساعة ونص، على حسب ما يبرد، لان احنا مش عايزين نحطه على البسكوت وهو سخن، علشان ايه البسكوت بتاعنا ما يدوبش. لان انت البسكوت لما بتحط عليه حاجة، وخصوصا هو بسكوت شاي، بتحط عليه حاجة سخنة هتلاقيه خلاص داب كده. احنا عايزينه يبقى معانا قطع كده وقطع باينة،
عشان كده هنسيب الصوص بتاعنا يبرد خالص، هنغطيه كده وهنسيبه يبرد، وبعدين هنرجع نشوف هنعمل ايه بقى. الصوص بتاعنا بعد ما برد كده بس كده، بس هنصبه على البسكوت بتاعنا. بس كده هنقلبهم مع بعض كده. احنا حطينا الصوص بارد علشان ايه ما يعملناش البسكوت. احنا عايزين البسكوت زي ما قلنا يفضل كده صحيح يعني، عشان كده احنا نبرد الصوص بتاعنا. عندنا او صينية، ويفضل يكون قالب اللي هو بيتفتح. بس كده نسويها. سوينا الوش بتاعها خلاص، هنزينها بعين الجمل. وبرضه انا قلت لكم يعني مش شرط عين الجمل، اي مكسرات عندكم ممكن تعمليها. ممكن تعملي جوز الهند، هيبقى اللون الابيض مع الاسود، هتبقى حلوة برضه يعني. بس كده هندخلها التلاجة بعد ما تمسك في نفسها وتبرد، ونرجع نشوف شكلها النهائي. كده وصلنا معاكم لنهاية الطبق بتاعنا، يا رب بس يعجبكم. ولو عجبكم طبعا ما تنسوش اللايكات والشير والاشتراك والتعليقات الحلوة بتاعتكم، وجربوها ان شاء الله. حلوة وسهلة وسريعة وما فيهاش حاجة خالص. وبالنسبة للمكسرات، انت اي مكسرات عندك بتحطيها، وممكن ما تحطيش المكسرات اللي احنا حطيناها جوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.